ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد، معاكم حنان تشانل. حابه النهارده، انا حسيت ان الناس حابه موضوع الاجهزه والعروض والخصومات والكلام عن الاجهزه. طبعا الناس اللي بتشتري دلوقتي، العرايس اللي بتجهز. فالنهارده جايه اقول لكم، انقل لكم تجربتي عن النهارده معايا الجهاز ده، المفرمه. المفرمه دي اسمها سمارت، شركه سمارت، يعتبر صيني. ماشي، بس هي مكتوب عليها صانع في مصر اهي. المفرمة دي انا جبتها من سنتين بالظبط. كانت بحوالي 200 800 جنيه، معلش، كانت ب 800 جنيه. دلوقتي بعد ما الاسعار غليت تقريبا، على اللي سمعته وصلت 2000 جنيه. هكلمكم على المفرمة واقول لكم رأيي فيها بكل صراحة، وهوريكم ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه اللي المفرمة دي اللي بتعمله. اولا المفرمة دي 2000 واط، مش عارفة باينة معاكم في الكاميرا ولا لأ، اهو. المفرمة دي 2000 واط. انا معايا بقالها سنتين، بس انا بشتغل عليها شغل بيت. في ناس ممكن تجيبها تشتغل عليها شغل اللي هي بتعمل الاكل البيتي الاونلاين، الحاجات دي. هقول لك ينفع ولا ما ينفعش. اولا، الحاجات اللي بتيجي مع المفرمه طبعا، الجزء ده اللي احنا بنحط فيه يعني اللحمه او الحاجه اللي احنا حابين نفرمها، وده اركبها معاكم برضو. ده اول حاجه، الجزء ده بيركب كده اهو. نبدا نلف كده، وبنبدأ نضغط بالمسمار ده لغاية ما دي تثبت معانا. وبعد كده معايا الجزء ده بركبه كده، ومعايا هنا الوشوش دي بتيجي معاها. ليه بقى الوشوش دي وايه الفرق بينها؟ الفرق بين دي، الوش اللي هو الواسع ده بيخلي اللحمة او الحاجة اللي انت بتفرميها تبقى خشنة شوية. ماشي. الناس بقى اللي بتفرم كفتة رز والبانيه والحاجات دي، كفتة الناعمة دي الوش الضيق اللي بنفرم بيها الطعمية. عرفتوا الفرق ايه؟ فانا هركب لكم مثلا مثال الوش الضيق ده، وبيجي معاها القطعه دي. بنبدا نلف بالشكل ده. لازم تتاكدي، اهم حاجه ان انت مركبه الاجزاء صح جدا. لازم تتاكدي من دي. في هنا زي فاصل، لازم اتاكد ان الجزء ده داخل كويس فيه، وببدا اربط. اتربطت معايا وتمام. خلاص، انا مش عايزه الوش الواسع، وببدأ دي احطها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو. كاميرا موضحة اهو، ده اهو. ومعايا الجزء البلاستيك ده، بضغط بيه بضغط بيه على الجزء او الشيء اللي انا بطحنه. طيب، ايه الاجزاء اللي جايه معاها؟ جاي معاها الاجزاء دي، الحاجات دي، المفرمه دي. اولا ممكن نحشي بيها ممبار، يعني احنا لو ركبنا الجزء ده هنا كده نحشي بيها ممبار. نحشي بيها ايه تاني؟ ممكن تحشي بيها حاجات كتيرة. يعني الجزء ده بيحشي مثلا، لو قلتلك زي ما قلتلك ممبار. وفي اجزاء تانية هوريها لكم برضو، انا عندي ونزلت لكم فيديو بيها، بس هنزله لكم دلوقتي برضو تاني. هجيب لكم الاجزاء دي نقدر نعمل بيها بسكوت. هجيب لكم الاجزاء دي واوريها لكم. معايا الجزئين دول اللي بيحولوا مكنة البسكوت، المفرمة دي، لمكنة بسكوت. ازاي؟ ورينا نشوف ازاي. هقولك ازاي. معايا الجزء ده، انا دول شارياهم بعيد عن المفرمة، دول ب25 جنيه، من اي ادوات منزلية. تركب ازاي؟ بحطها بالشكل ده، وببدأ الفها هنا زي ما انتم شايفين كده، تتلف معايا لغاية ما دي اهو بتثبت. وببدأ اختار المشط اللي انا عايزة اعمل بيه البسكوت اهو، المشط اللي انا عايزاه، وببدأ ادخله بالمنظر ده اهو، او العكس كده اهو. وببدأ طبعا احط العجين بتاعي من فوق، وابدأ اضغط بالضغطة دي، ينزل معايا البسكوت بكل سهولة. وهنزل لكم برضو فيديو عن طريقة عمل البسكوت. كده انا قلت لكم يعني الحاجات الموجودة في المفرمة، وعايزة اقول لكم رأيي فيها. هي تعتبر يعني
كويسه لو جايباها حاجه للبيت، يعني انت لو جايباها لشغل البيت كويسه جدا. طبعا انا مش بهلك فيها او ان انا بضغط عليها، لان هي يعني ما بتستحملش قوي، يعني كل فتره كده ممكن اعمل فيها عجينه طعميه، آه، يعني افرم فيها بانيه، لحمه، الحاجات دي. لكن كشغل شغل وضغط شغل، لا ما انصحش بيها، انا ما انصحش بيها بضغط الشغل. لكن لو جايباها حاجه بيتي ليك انت تفرمي حاجات ومحتاجه حاجه تفرميها، كويسه. وبالنسبه لاسعار المفارم اللي دلوقتي فدي يعتبر كويسه قوي. انا قلت لكم انا جايباها من سنتين 800 جنيه، دلوقتي تعمل 2000، فمعقوله سعرها معقول بالنسبه لاسعار المفارم اللي هي العاليه. ده كان فيديو النهارده. انا حابه نختصر في الفيديوهات عشان الناس اللي بتحبش الفيديوهات الطويله. لو حابين فيديوهات تاني او فيديوهات عن اجهزه تانية ونطول في الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات. هستنى تعليقاتكم وهستنى اللايك وهستنى الاشتراكات في القناه. اتمنى ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنى رايكم في الفيديو.